اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اي حاجه بتتبقى مني من الطيور مش برميها، تمام؟ اي حاجه تتبقى منك ما ترميهاش، حطيها للطيور. بس هنحط لهم بس العلفه كده. طبعا انا كل يوم الصبح للفراخ اللي بتبيض دي لازم تحط لهم نسبه علف، نسبه عليقه، تمام؟ فانا معايا دي عليقه على دش، على رده اهوت، عشان الفرخ يتنيه يبيض معاكي، تمام؟ خلاص زي ما قلنا كده، اي حاجه تتبقى معاكي ما ترميهاش. يكون عندك علبه كده في المطبخ، اي بواقي معاكي، اي بواقي اكل، اي بواقي خضره، اي بواقي بصل، فلفل، اي حاجه تحطيها في الجردل او العلبه ديت وتديها للطيور بتاعتك. ولازم تديلهم نسبه علف عشان يتنهم يبيضوا معاكي لو الفراخ بتبيض، ماشي؟ طبعا حطيت لهم الاكل بتاعهم اهوت. انا كنت منضفه لهم امبارح بس ما حطيت لهمش جير مطفي. هرش لهم طبعا دلوقتي جير مطفي كده عشان يطهر المكان اللي هم فيهم، وكمان برضو بيظبط المكان لاي ميكروب، اي فيروس بيقضي عليه، تمام؟ عشان احنا في فصل الشتاء طبعا، والميكروبات ديت بتبقى موجوده في فصل الشتاء، فعشان نتفادى الحاجه ديت هنحط لهم الجير المطفي ده. طبعا هغير الميه وهنحط عليها بقى حاجه عشان الفراخ بتاعتك لو فيها نسبه دهن تدوب الدهن دوت وترجع تبيض تاني معاكي. انا غيرت لهم الميه اهوت. ابدا بقى ان انا احط لهم كده 3-4 معالق خل كده اهوت، بس عشان نسبه الميه كبيره فانا حطيت برضو خل شويه حلوين. طبعا الخل ده مضاد سموم طبيعي، وكمان بينزل نسبه الدهون اللي في جسم الطير، وليه طبعا فوائد تانية كتير، تمام؟ فانتي تحط مثلا الخل في الاسبوع مره او مرتين في الاسبوع، بيظبط لك معاكي جسم الطير، ما يخليهوش يكون دهون، بالذات لما تكوني بتحطي دشيشه اللي هو الدش الاصفر، فعشان ما يكونش معاكي دهون. ولو في فراخ مكونه دهون يبدا ان هو يدوب الدهون اللي في جسم الطير دي. وكمان مضاد سموم بقى طبيعي لاي حاجه وحشه في جسم الطير. طبعا تعرفي ازاي الفرخه انها تكون مكونه دهن معاكي او نسبه الدهون فيها كتيره او مليسه زي ما بنقول؟ بتلاقي الوزن الفرخه معاكي تقيل، يعني الفرخه ممكن تعدي ال2 كيلو، تكون 2 كيلو ونص، 3 كيلو، دي تبقى فرخه مليسه او مكونه دهون، تمام؟ دي ممكن مش هقولك تذبحيها، يعني ايه، حاولي معاها الاول انك تحطي خل في الميه طبعا لمده، يعني مش هتحطي لها خل في الميه وهتصبح تبيض معاكي، يعني مثلا جربي معاهم لمده شهر كده، بداوا يبيضوا معاكي يبقى تمام. ما بضوش يبقى انك ممكن تذبحيها وجيبي بقى بدلها صغير وتقللي نسبه الدش اللي انت بتحطيها لهم، ماشي؟ وتحطي سرس في الاكل ورد. طبعا الرده ديت يعني اللي هي بتبقى اللي بتطلع من الغله، بتطلع من القمح، دي القمح بيطلع رده، هي دي اللي بتتحط للفراخ والطيور، تمام؟ والسرسه ديت اللي هو برضو ايه، اللي بيطلع من الرز، من طحين الرز، هو ده اللي بيطلع اسمه سرسه، تمام؟ يبقى الفرخه اللي تلاقيها تقيله معاكي هي دي اللي ممكن ما تكونش بتبيض ومليسه معاكي، تمام؟ هي بتلاقي حجمها ما شاء الله الله اكبر كبيره كده زي الفرخه اللي معايا كده، دي بتبقى فرخه مليسه وممكن تكون برضو بتبيض. فعشان انك يعني ايه، انت خدي بالك بقى من الفراخ ديت، تشوفي الفراخ اللي مش بتبيض عددها كتير تبقى هي مليسه ومكونه دهون في المخرج بتاعها من ورا، تمام؟ هنشوف الفراخ بتاعنا بقى الصغيره كده، شوف الفراخ بتاعتنا الصغيره طبعا جعانين هيموتوا من الجوع، لسه الصبح ما خدوش بقى الفطار بتاعهم فجعانين. بس اجيب الحاجه اللي بحط بقى بس الاكل. هنحط بقى ايه للفراخ الصغيره ديت، تمام؟ لو في بقى بواقي منك رز كده، انا معايا دي بواقي رز كده، طبعا لو شافوها هياكلوها اهي، هاخد بالهم، دي بواقي رز كنت عامله رز اصفر،
ده بقى كده عيش اهو. بس هو عيش كده معايا، نحطها كده هي نحطها كده للحمام. ده بقى عيش كده باقي مني، مسكته قطعته كده حتت صغيره كده اهو. تحطي لي الحمام، تحطي لي الفراخ الصغيره زي ما قلت لك، ما ترميش اي حاجه اهو. انا بحطه كده على شويه شيشه. نحطه كده بقى للحمام اهو. نحطه للحمام اهوت. طبعا الحمد لله فيه كمان حمامة نامت بضت معايا اهي، بس ورا هما واقفين قدامها انتوا شايفينها اهي في الاخر اهي، والتانية طبعا لسه برضو ما طلعتش. ده بقى الجير المطفي اللي بقول لكم عليه، اللي برشه تحت الفراخ، تحت البط، تحت اي طيور عندك. بتمتص الرطوبة، وكمان بتطهر المكان، وبتقتل اي ميكروبات عندك او فيروس. طهري بيه المكان عشان برضو تبقوا عارفين شكله اهو. اسمه جير مطفي. في حاجة تانية برضو اسمها بودرة بلاط. الجير المطفي دي الشكارة مش غالية خالص، الشكارة ديت ب25 جنيه، بتقعد معايا فترة كبيرة جدا. لو عندك طبعا بط كده وبتحطي تحتيه النشارة ومبلل المكان، بتجيبيه وترشيه تحت النشارة او تحت الفراخ البيضة او تحت الفراخ البلدي، بيبقى حلو قوي، بيمتص اي رطوبة في المكان وبيقتل البكتيريا والميكروبات، وحاجة مش غالية يعني، نقدر نجيبها كلنا وهتقعد معاكي فترة كبيرة كمان. طبعا انا بجيبه بعد ما بنضف كده برشه. وهو كالسيوم كمان طبيعي للفراخ والبط، يعني حتى لو هم نقروا فيه ما منوش غلط عليهم، لو حتى هم نقروا فيه اهوت. برشه كمان في المكان اللي بيناموا فيه، ده المكان ده بيناموا فيه اهوت. بس انا بس مني ماسكه التليفون طبعا مش عارفه ارش برضو كويس. هما لو الفراخ كانوا منه ما تخافيش، ده هو كالسيوم اصلا للبط والطيور. رشيت بيه المكان كده، المكان كمان اللي بيناموا فيه، وهرش برضو عند الفراخ بره اهوت برضو. رش بيه المكان كده اهو اهو. رش بيه برضو المكان بتاعك كده. طبعا انا هرش اكتر من كده، بس ماسك التليفون عشان اعرف امسك البودره. طبعا بقى اللي لسه اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه وتحطوا له لايك كده يا حبايبي، ماشي، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها على طول. وما تنسونيش كمان في تعليق تحت الفيديو. ان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله باذن الله. فهاتوا بقى الجير ده يا جماعه كده ورشوه تحت الطيور بتاعتكم، حلو قوي، جميل بصراحه. والشكاره زي ما قلت لكم بتقعد معاكم مده طويله. طبعا انا حطيت للفراخ بقى كده موسع شعب عشان هم عندهم برد وطشمه كده في زورهم، فبتجيبي لهم موسع شعب وتحطيه في الميه. في موسع شعب تاني هبقى اوريهولكوا تاني في فيديو تاني برضو حلو قوي، هوريكم الاسم بتاعه عشان تجيبوه.